السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. هنبتدي بقى ان احنا نعمل البسكوت مع بعض، بسكوت البرتقال كده بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب ان شاء الله النهاردة يعجبكم. معايا اول حاجة كيلو من الزبدة، ومعايا 6 بيضات. احط عليهم 6 فانيليا، كل بيضة بتاخد باكت من الفانيليا اهو بالشكل ده كده. هفضل فانيليا، بس انا حطيت 5 فانيليا من اللي هي العادية خالص اللي من غير اي نكهة، وقلت احط كده طعم البرتقال كده يبقى. انا ما بحبوش واضح جدا يعني في البسكوت ويبقى زايد وكده، فحطيت ظرف واحد من الباكت ده اللي هي دريم بالبرتقال. هيديني نكهة كده حلوة وما تكونش يعني نفاذة قوي وتضايق كده. معايا بقى هنا الزبدة، بالشكل ده كده. هبتدي ان انا انزل بالزبدة بتاعتي، طبعا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. مش عايزاها ساقعة قوي ومتجمدة علشان ما تغلبنيش في الضرب وكده. لان انا المضرب اللي معايا بكف واحد، فمش عايزة حاجة يعني تغلبني وكده وتبقى سهلة على المضرب بتاعي. معايا بقى هنا للقرمشه عشان تاخدي بسكوته كده مخرفشه ومقرمشه كده. نص كوبايه من الزيت، طبعا الزيت لازم يكون نوعه كويس. هبتدي بقى ان انا اقلب كده في الاول بالزبده بالزيت كده، والين الزبده معايا شويه قبل ما انزل بالسكر اهو بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا اقلب كده بالمضرب. عايزه اقول لكم برضو زي ما قلت لكم ان ده مضرب كف واحد، كف واحد. ف... فبشتغل كده بحذر علشان يعني المضرب بتاعي ما يتحرقش مني او حاجة. فببتدي ان انا الين الزبدة كده، وبعد كده هنزل بالسكر تدريجيا كده كوباية بكوباية. معايا هنا انا حطيت كيلو الا ربع من السكر على الكيلو ونص دقيق. كيلو الا ربع من السكر، وكان السكر مظبوط يعني، لا حلو قوي يجزع ولا هو ماسخ. فطبعا احنا بنحب الحاجه كده سكرها خفيف. انت لو عايزه البسكوت يكون السكر فيه ناطق كده وواضح اكتر، هتحطي الكيلو كامل، كيلو السكر كامل. هنزل بقى كده اضرب بقى في الزبده بالسكر كده لحد ما انعمهم خالص، ويبقى قوام كريمه كده زي كريم شانتيه كده. الخطوة دي هي اللي بتأدي لنجاح البسكوت. لازم تخلي الزبدة والسكر يبقوا من شكل الكريمة كده. هبتدي بقى ان انا انزل هنا، هضرب شوية كمان، وبعد كده هنزل بالبيض اللي معايا تدريجيا بيضة ببيضة. ما تنزليش بكمية البيض كلها مرة واحدة علشان الزبدة ما تخرصش وترجع تتعبك تاني. هترجع تاني تفصل وترجع تتعبك تاني في الضرب عشان توصلها للقوام ده. انزلي كده تدريجيا البيض يعني واحدة بواحدة، اتنين باتنين كده، لحد ما تدوبي البيضة اللي نزلتيها، وترجعي تاني تنزلي غيرها لحد ما تخلصي كمية البيض كلها اللي معاكي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هكمل كده الكمية كلها اللي معايا. البسكوت ما شاء الله طالع ناجح جدا، بس في حاجة حصلت معايا، بس الحمد لله عرفت اتصرف وعرفت ان انا انجح الحاجة اللي معايا وما بوظهاش، لان زي ما انتوا عارفين المقادير غالية والحاجة غالية. فانا مش هروح اجيب حاجة مثلا عشان اجيب مقادير علشان اعمل في بيتي حاجة لولادي تكون حلوة وكمية كويسة عشان يعرفوا ياكلوا منها كويس، وفي الاخر امشي ورا خطوات حد مثلا. انا طول عمري بعمل البسكوت بالسمنه، اول مره اعمله بالزبده. عايزه اقول لكم مش وحش، جميل جدا وطالع هش وجميل وخفيف جدا اكتر من السمنه بكتير. بس المقادير لما اخدتها ومشيت عليها وانا شغاله لحسيت ان في حاجه غلط. هرجع استنى هقول لكم انا عملت ايه دلوقتي عشان ما نتوهش من بعض. معايا هنا 3 معالق، 3 معالق بس يا جماعه في قاع الكوبايه كده من الميه. حطيت عليهم معلقه صغيره من النشادر ممسوحه، وحطيت على الدقيق ذرة من الملح، وحطيت كمان معلقة صغيرة من بيكنج باودر ممسوحة برضو. وهحط كده ال3 معالق اللي بالنشادر دولت على الزبدة، وهبتدي ان انا اضرب شوية حلوين كمان لحد ما يختفوا. وبعد كده هنزل بقى زي ما انتوا شايفين كده
بالدقيق. انا عايزه اقول لكم ان انا ما ضربتش الكميه كلها بالمضرب، يعني عشان طبعا المضرب عمره مش هيجيبني. بس انا يا دوبك بس كده بتوه بس ايه شويه الدقيق دولت كده علشان انزل كده بكميه الدقيق، وانزل بايديا في العجين لحد ما اظبطه معايا. خلاص كده هبتدي بقى ان انا اشتغل المضرب بتاعي، وهنزل لاني حسيت بقى انه خلاص بقى بدأت العجينة تتقل والمضرب مش هيجيبها. خلاص استبعدت المضرب، نزلت بايديا في العجين وبدأت ان انا آه، اعجن البسكوت، وحسيته ملزق كده معايا. فبرضو قلت ايه اجرب كده صينية وادخلها الفرن. انا كنت هنا طبعا البسكوت الزبدة عملته بكيس الحلواني زي ما انتوا شايفين، وكان كنت عايزه بلبله معينه اللي هي على شكل مشط، بس بصراحه دورت عليها ما لقيتهاش. فقلت خلاص هشتغل بالبلبله ديت هتقضي معايا الغرض وخلاص. عملت كل عملت صاجين 3 كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو انا شغاله هنا ومش مقتنعه، يعني انا واقفه شغاله كده ومش مقتنعه في حاجه غلط معايا. ففضلت اكمل كده لحد ما شكي اتاكد. يعني هقول لكم دلوقتي ايه اللي حصل. هو سهل جدا معايا وبينزل من الكيس بكل سهوله معايا، بس بعد كده ما ظبطش خالص معايا الموضوع. برضو فضلت اكمل. طب انتي خلاص شكيتي بتكملي ليه؟ مش عارفه. يعني بصراحة مش عارفة، انا بصور لكم بكل امانة اللي حصل معايا. وبرضو زي ما انا بصور لكم الحاجة اللي يعني فشلت، بصور لكم برضو ازاي انا عالجتها، وازاي ان انا طلعت بنتيجة حلوة جدا، وبسكوت ما شاء الله اللهم بارك تحفة جدا. عملت الكمية ديت وبدأت ادخل اول صينية معايا الفرن. فجيت ابص لقيت البسكوت بتاعي بيفرش. البسكوت بتاعي لقيته بيفرش معايا. اه هنا كنت انا حاطه الصينيه في الفرن ولسه ما بصيتش عليها. وبعد كده عملت الصاج ده، ورحت ابص على الصاج اللي في الفرن، ببص لقيته بيفرش. لا قلت لا في حاجه غلط. طلعته بقى تاني ورجعت تاني خدت العجين ده كله رجعته في الطبق بتاعي تاني، وبدأت ان انا ازود مقدار الدقيق. انا كنت شايله من الاتنين كيلو نص كيلو دقيق. بدأت انزل حبه بحبه. لقيته الحمد لله ظبط معايا. جيت اشتغل بالكيس لقيته تقيل جدا معايا في الكيس. قلت بس هو اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه، اللي هي المكنه. مفيش احسن من المكنه. زي ما انتوا شايفين كده ركبت المكنه في الترابيزه وخليت جوزي يلف لي، وانا قعدت اخد من تحت ايديه كده وارص في الصواني وادخل الفرن. وبصوا بصراحه طلع تحفه جدا للامانه. زودت على المقدار اللي انتوا شفتوه نص الكيس، نص كيلو دقيق، يعني خدت الاتنين كيلو كاملين. وحطيت عليهم كوبايه كمان من السكر، يعني اخدت يعتبر الكيلو السكر كله على الاتنين كيلو دقيق، والكيلو الزبده والنص كوبايه من الزيت. ده كل المقادير بالسنتي اللي ظبطت معايا الموضوع كله. هنرجع تاني ونقول 2 كيلو دقيق عليهم كيلو من الزبده ونص كوبايه من الزيت وكيلو كامل من السكر البودره، والست بيضات زي ما هما. بدأت كده ان انا ادخل البسكوت بتاعي الفرن. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفرح وحاجة كده خطيرة جدا. ولقيته كده شد كده وبيقرمش، واخد اللون الذهبي الحلو قوي اللي انتوا شايفينه ده. وخلاص قلت بس خلاص كده الدنيا ظبطت معايا، وهشتغل بنفس المقادير ونفس الخطوات. وما شاء الله البسكوت زي ما انتوا شايفين طالع بيتحدث عن نفسه، حاجة كده اللهم بارك تحفة جدا. بسم الله ما شاء الله. الاتنين كيلو دقيق عملوا لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي. الطبق ده مليان ما شاء الله ما شاء الله. ادوني كميه مبروكه جدا، وكانت طعمها خطير وبتقرمش كده وحاجه كده زي ما انتوا شايفين كده. والسمك بتاع البسكوته حلو قوي، لا هي تخينه كده ومفرغه من جوه ولا هي مكتومه، لا حاجه كده بتدوب في البق. بسم الله ما شاء الله.
زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اخد الكمية بتاعتي كلها واحتفظ بيها بحاجة، في حاجة بتكون بغطا ومقفولة. اول حاجة رصي حاجتك في كيس شفاف، اربطي عليها كويس، وحطيها كمان في علبة محكمة وبتتقفل ولها غطا، يعني بيتقفل حلو، عشان طول ما الحاجة دي ما بيخش لهاش هوا هتفضل مقرمشة معاكي لحد اخر لحظة. وكل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.